حينما يأتي هذا الوضيع ويكون على قمة الجبل بالبحوث العلمية، بالبحوث الطبية يعني بالصيدلة، وهو لا يملك شهادة الصيدلة ولم يكن لديه دكتوراه في الصيدلة، ويمنح من أصل 44 عالم بروف من كل دول العالم، من إيران، من يعني الخليج ما بها ولا واحد الحمد لله. شو ما اعترض عليه واحد أبدا. هذا فضل الإمام المهدي. الآن ماذا يقول الناس عني؟ دجالا؟ لماذا يقولون دجالا؟ هذول لو تلقي إسرائيلي، لو أمه خرطقيش أعزكم الله، لو أبو سايب مثله. ليش؟ لأن ما يجي دجال يكون عالم ويكون دكتور ويكون على مستوى العلم العالمي. ولذلك ترجع إلى كل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين عليهم السلام، كان أول ما يجون يقولون عليه ساحر للتسقيط. ما كنا بما يقولون عليه ساحر. موسى قال عليه فرعون ساحر، وماذا فعل فرعون بموسى؟ أذل فرعون. خوش، موسى كان في زمانه سحرة، محمد شو له علاقة بالسحر؟ فمن يكون أبو علي هذا الوضيع المتهالك المنتهي أمام قدرة الأنبياء وعظمة الأولياء، ماذا يقول؟ وهل أنت نبي؟ الأنبياء لا يعصون الله؟ لقد قضيت شبابك تلعب وتلهو، وكنت ساحرا وملحد وجاسوسا. تاريخك الأسود يشهد عليك، حتى مسح إبليس يده عليك. الآن جئت تعرف الناس من هوى ربهم. نعم، نسميك ساحرا ودجالا. شلون تفاهتنا العرب، تفاهتنا. يجي واحد يسأل سائق تاكسي: شو رأيك أبو علي؟ دجال هذا، ساحر. يقول واحد: كم اجتمعنا، قلت له: شوف هاي البراءة الاختراع وهاي المجلة، هذا ساحر؟ قال له: مو الناس تقول. قال له: ليش انت شفته؟ قال لي: لا. خوش، هاي الأمة المنحطة كما قال الغرب عني ساحر. تدرون أحد البروفيسور هذا اللي هو بحساسية اللي أهم بروفيسور بالعالم، يقول: إن قلت جنيا عني فوالله أبخسك حقك، وإن قلت بشرا فما عساي أن أفعل، لو كان البشر مثلك كسويت مثلك. قلت له: معقولة بروفيسور؟ أنت عالم على مستوى العالم. قال لي: أنا واقف الآن حائر، هاي الأبحاث ما يسويها إنسان عادي، لازم دارس 60 سنة 70 سنة بالصيدلة. قلت له: لا، أنا ما أحتاج أدرس، أنا ما أحتاج أدرس، أنا عندي معلم يقول لي اكتب اكتب. والله عرفت. يقول لي هاي التركيبة 1 2 3 بالتركيبة البيولوجية اكتبها، بالألغاز والأرقام اكتبها، وتطلع مثل ما يقول لي. إذا أنا مسير. إذا براءة الاختراع ليست لك بل لمعلمك الجني، هو من كان يعطيك خلطات الأعشاب، وتسمي نفسك دكتور، وأنت لا تعرف الناقة من الجمل. مثل المطي.